في اطار تحضيرات رمضان اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بريوات ديال العقده ديال الكاوكاو. كيجيو ولداد معلكين ومعسلين ومقرمشين بالورقه ديال البخار اللي حضرتها غير في الدار، كتجي لذيذه تحضروا بها الملح والحلو. بقاو معايا تشوفوا الوصفه. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو خضر كنديرو في واحد اللاطه، كندخلوا الفرن اللي مسخن من قبل على نار اللي تكون متوسطه، مره على مره كنبداو نحركوا بشي ملعقه خشبيه حتى كتحمر لينا بحال هكا. نقلبوا هكا حبه نقشروها ونقلبوها منين نلقاوها محمره بحال هكا صافي كنطفيو عليها النار وكنخليوه حتى كيدفى وكنقشروه كامل مزيان مزيان. من بعد كنسوسوه من ديك القشره ديالو. على هذا الشيء حاولوا غير يدفى وقشروه مزيان مزيان، يعني مشيتو حتى خليتوه يبرد غادي يصعب عليكم تحيدوا ليه القشره ديالو. صافي هنايا غادي ندوز نطحنو، غادي ناخذ نصف كميه غنديرها في الهشوار وغنزيد لها نص كاس ديال السكر سنيده ونطحنها مزيان مزيان حتى كيطلق ليا الزيت غير شويه بحال هكا. نحاول نعجنو بين يديا ويكون كيتجمع. بنفس الطريقه غادي نطحن حتى الكميه اللي بقات مع نص كاس اخر ديال السكر، يعني كيلو ديال الكاوكاو خدام ليا كاس ديال السكر سنيده. تقدروا ديروا حتى الكاس ونص، انا شويه نقصت الحلاوه. صافي هنا غادي نزيد شويه ديال الملح اللي تاع ديال الطبخ، معلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه مطحونه ومعلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نجمع هنايا العقده ديالي بالروح ديال المزهر. انا صراحه ما طحنتهاش بزاف، انا بغيتها هكا منين نعض نحس بالكاوكاو هكا فيه حبيبات، بغيتو طحنوه مزيان حتى كيتلين. راه ممكن انكم ما غاديش تضيفوا نهائيا مزهر. المهم انا العقده ديالي جمعتها بنص كاس ديال الروح ديال المزهر. كنحاول نزيد شويه بشويه وانا كنعجن حتى كنتحصل على هذا القوام. صافي من بعد كناخذ العقده ديالي وكنشكلها على كرات بهذا الحجم، يكون صغير بين 7 غرام حتى 9 ديال الغرامات صافي. وكنبدا هنايا نشكل في البريوات ديالي. هنايا اول حاجه غنشارك معكم هي الورقه ديال البسطيله اللي ديجا غادي تلقاوها في فيديو اللي قبل من هذا ديال لي سيجار المالحين. حضرتها غير في الدار بورقه البسطيله ديال البخار، سهله التحضير، المكونات اللي بساط بزاف. اهم حاجه كما قلت لكم سهله وكتجي مقرمشه ولذيذه. هي اللي غادي نشكل بها ان شاء الله البريوات ديالي اليوم. صافي كناخذ ورقه، انا عندي كما قلت لكم القطر ديالها تقريبا ما بين 20 الى 20 سنتيم، ما كبيراش بزاف، قسمتها غير على 3. كناخذ هذه ديال الطرف كنحاول نتني ديك البلاصه الدائريه هكا نلصقها بشويه ديال الماء والدقيق، وكناخذ واحد الكره من العقده ديالي كنديرها على الجهه اليمنى وكنحاول نلف هكا لفه جوج. من بعد كنضغط مزيان على العقده ديالي باش تلبس في البريوه كامله ونكمل لفه حتى كنكمل الاخير. وكنجمع البريوه ديالي اولا نسدها بشويه ديال الماء والدقيق اللي خلطتهم من قبل. بالنسبه لي انا ما دهنش الورقه حيتاش ملي كنشكلها تنكون تندهن فيها بالزيت، اما نتوما الا كنتو خديتو ورقه حاولوا دهنوها بشويه ديال الزيت. صافي من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي كنخليهم ليله كامله. درتهم في الصباح خليهم حتى العشيه عاد قليوهم، درتوهم في العشيه خليهم حتى الصباح عاد قليوهم. المهم تينشفوا مزيان مزيان عاد قليوهم. في مقله اللي كتكون غارقه تنديروا الزيت كميه لا باس بها وكنلوحوا فيها البريوات ديالنا وحده على وحده هكا حتى كيتحمروا لنا مزيان، ومره على مره نبداو نقلبوهم باش يتحمروا لنا من الجهات بجوج. وصافي مباشره كنهزوهم وكنلوحوهم في العسل اولا كنطفيوهم في العسل اللي حتى هي ديجا حضرتها معكم في فيديوهات اللي قبل من هادو. كنخليو البريوات ديالنا في العسل حتى كتقرب طيب لينا القليه الثانيه، وكنهزوهم نديروهم اولا نسقطروهم في واحد الكسكاس اولا شي شبيكه. وبهذه الكيفيه كنكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه لي انا صراحه ما كنبيتهمش في العسل، كنخليهم غير المده اللي تقلى ليا القليه اللي موراهم وكنسقطرهم من العسل حتى الاخير. عاد كناخذ ديك العسل اللي تبقات ليا وكنخوي عليهم من الفوق ونخليهم حتى كيتسقطروا مزيان ونحتفظ بهم. بالنسبه لكم نتوما بغيتو تبيتوهم في العسل كيبقى لكم داكشي اختياري. بالنسبه لي انا راه ما كنبيتهمش وكيجيو شاربين العسل، كيجيو مقرمشين. تيكون هذا هو الشكل الاخير ديال البريوات اللي حضرت معكم اليوم بالعقده ديال الكاوكاو. زينتهم بواحد شويه ديال الزنجلان الابيض كيجيو لذاذ. ها نتوما سمعوا معايا القرمشه راه كيجيو مقرمشين ولذاذ خطيرين. غير جربوهم ان شاء الله على ضمانتي. من بعد كنستفهم في واحد الباطه تكون محكمه الاغلاق، كندير ليها السلوفان كنغطيها وكنخليها غير في البلاكار باش ديروها في مجمد. ديروا بين طبقه وطبقه بلاستيكه. وبالصحه والراحه ما تنساوش لايك.